ركزوا 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 خلاص. اول حاجه طيب الكيبل كروس. الجهاز ده عشان استهدف بيه عضلات الصدر، عضلات البيكتوراليس ميجور، لازم اكون عارف حدود العضله زي ما احنا اتكلمنا. العضله دي قلنا بتنقسم لكام قسم؟ 3 اقسام او قسمين، كلافيكلر والاسترنال والكوستال او الاسترنال كوستال مع بعض. انا لما بشتغل من فوق وانزل اضم لتحت، هنا اشتغلت على الجزء اللي تحت الاسترنو كوستال ماسل. اشتغل منين؟ اشتغل من فوق وانزل كده؟ نو واي، الكلام ده خطأ. بتشتغل من عند الكتف او اعلى سن وتنزل بنفس الطريقه. ازاي؟ هكذا وقفت في منتصف الجهاز، اها عملت الهوريزونتال ادكشن ورجعت تاني ابدكشن. هذا فقط. ليه؟ كل ما بطلع فوق وانزل اسحب بالوزن واشتغل بيه، انا في هنا قلنا في حاجه اسمها البرسا، البرسا المتواجده، وفي حاجه اسمها الاكروميون، وفي اربطه كتير محيطه بالكتف. كل دي مع الاحتكاك والنزول لاسفل بالطريقه الخاطئه اللي احنا بنتمرن بيها دي بتتاثر معايا، وبيحصل احتكاك في البرسا، مع الوقت بتتاكل ومع الوقت بيحصل فيها مشاكل. خلاص؟ فاحنا بنبعد عن الخطر ده كله، وهنا احنا جايين على الكيبل ده عشان نستهدف بيه عضلات البيكتوراليس ميجور او عضلات الصدر. يبقى نمسك من عند الكتف وننزل نعمل الهوريزونتال بتاعنا، الضم بتاعنا، ونرجع تاني. هوب يا دكتور، طب لو نزلت تحت خالص ومن فوق؟ ناخد بقى الجزئيه الثانيه، عشان نشغل بيها الكلافيكلر، الجزء العلوي من الصدر. مش بنزل لتحت خالص. ليه؟ لما انا بنزل اجيب الكيبل من تحت اهو، احنا قلنا احنا مدربين حركه، الحركه هنا اللي بتتم من تحت واطلع بيه لفوق. اللي عمل كده الشولدر فليكشن، الكتف عمل فليكشن، واللي عمل كده العضله الرئيسيه بتاعته مين؟ الكتف الامامي هو اللي عمل كده. يبقى انا هنا لما جبت من تحت وطلعت بمستوى الكتف الامامي اللي اشتغل. عضلات الكلافيكلر اشتغلت معايا بعد الزاويه 45 وكانت سينرجست، عضلات مساعده مش اساسيه. يبقى الاساسي من تحت لفوق كتف امامي انتيريور دلتويد، وبعد كده الكلافيكلر اشتغل. لكن لو انا عايز بس استهدف كلافيكلر، هنزل لمستوى الفخذ. انا هنا اهو نفس الكلام. تمام؟ يبقى انا هنا اشتغلت على ايه؟ الجزء العلوي. على الجزء العلوي. وضعت الكيبل عند مستوى الحوض او اول الفخذ، وابتديت اعمل عمليه الضم والفتح. خلاص؟ افهم حدود الحركه، انت مدرب حركه. كل ما هتفهم الحركه تمت ازاي هتحدد العضلات اللي اتاكتيفت عليها. يبقى من تحت كتف اقل بنج، رفعت المستوى شويه البنج اشتغل والكتف قل دوره. ما بطلع فوق باثر على البرسا والاكروميون، بيبدا في احتكاك ويحصل فيه بعد كده مشاكل. بنزل في مستوى الكتف واعمل عمليه الضم واطلع تاني شبيه لجهاز الفلاي لما بقعد عليه، شبيه للدمبل فلاي لما بشتغل بيه. ايه تاني ممكن نقوله؟ خش هنا عشان تفيد غيرك. اقفل يا ابني.